السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حبايبي في كل مكان وفي كل الوطن العربي الحبيب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحميكم في أوطانكم وفي أبدانكم وفي أولادكم. احنا النهارده هنزرع زي ما انتم شايفين كده السوداني اللي احنا قلنا عليه. جبنا قرون السوداني اللي انتم شايفينها ديت، كسرناها وخليناها حبيبات زي دي. طلعنا الحب اللي هو فيه اللب بتاعها اللي هي دي، خلاص. وحطيناها في الكوباية وردينا عليها بالتراب وروناها. بعد يعني 13 يوم بكتير طلعت زي ما انتم شايفين المنظر ده. فأنا حاليا هنسوي الحوض ده وهنحط التراب بتاعنا والرمله عشان هننقل السوداني من هنا للحوض اللي شايفينه ده عشان ربنا يكرمنا فيه، خلاص. ومعانا هنا بالمره زي ما انتم شايفين اهوت برده لسه. بصوا لسه بيحاول يطلع تاني اهو، لسه بيحاول يطلع تاني ماشي. فخليكم معايا كده واحنا بنعمله بقى ايه التراب ده. اول حاجه زي ما اتفقنا هنحط شويه الورق دول. هنقول لكم هنحطه ليه هنا مخصوص، يعني احنا قلنا قبل كده احنا كنا بنحطه ليه نسبه تهويه هنا ويعمل كومبوست وغذاء للتربه. لا، في حاجه هنا كمان مهمه لازم نحط مع السوداني دي بقى. احنا لما بنحط ده هنا كده ونجيبه على جنب كده كده زي ما انتم شايفين، وهنحط التراب هنا وهنحط برده ورق هنا، يقوم السوداني لما يجي يتمدد زي البطاطا او البطاطس، الحاجه اللي عامه بتطرح جوه الارض لما بتتمدد الحوض بيكتمها بيحش. في الارض الطبيعيه بتتمدد لان في مصاطب عاليه كده بتفتح. هنا لما يجي يتمدد الورق ده كان واخد مساحه، فالورق هينضغط كده يقوم يدي النبته حريه انها تتمدد براحتها، خلاص كده زي ما انتم شايفين اهو. هنسمي ده وهنحط الكمبوست اللي احنا كنا عاملينه في الاول خالص اهو. هنسحب الورق ده كده ونمشي بالتراب ده كده اللي هو الكمبوست اللي شايفينه خلاص اه. وهرجع احط برده شويه ورق في الجنب الثاني زي ما انتم شايفين كده اهو. وهنزل عليه ببدايه التربه دي في المنتصف كده، وهنوقف شوط الكمبوست دولت. هنحط التربه الثانيه اللي هي الرمليه لان السوداني بيحب التربه الرمليه. طبعا ده كومبوست انا عامله خفيف خالص زي ما انتم شايفينه كده، بصوا خفيف خالص كده اه، خفيف. فانا قلت مش هينفع غير اللي هو السوداني، هو غذاء لكل حاجه لاي نبات، ولكن السوداني افضل ليه؟ خفيف اه زي ما انت شايف كده. انا بفتح اهو الورق بيعمل معايا مساحه اهو، بيرجع معايا ما بيزعلنيش. نرجع بقى ايه احط ايه التربه الرمليه اللي احنا كنا عاملينها بسبله الكتكوت والكمبوست والطمن اللي هي التربه الرمليه دي. هنفردها كده برده في المنتصف. طبعا ده زي ما قلنا هيدي تهويه للجذور وهيدي غذاء وهيتحلل اللي هو الورق اللي شايفينه ده، وفي نفس الوقت زي ما قلنا النبته لما تتمدد هتلاقي مساحه، خلاص كده اه زي ما انتم شايفين. اه زي ما انتم شايفين حبايبي اهوت. انا هبتدي اهي هننجل كده ايه السوداني اللي انا زارعه في كوبايه، هننجله في الحوض اللي انا عامله، الحوض اللي عامله فوم زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله على مستوى الجذور بتاعته اهو اهو، بسم الله ما شاء الله. الله يبارك للجميع يا رب، الله يبارك للجميع يا رب. خلاص كده تاني في رحمن اهو، بدوس بصبع كده زي كاني بندي حد حجنه كده بالراحه على الجذور كده لحد ما تسيب نفسها وتطلع معايا، شايفينها بسم الله ما شاء الله. وفرح منها كده المسافه بينهم بدوك 15 20 سم يعني بكتير. ليه بقى؟ لان واحد ابن حلال الله يبارك له بيزرع ارض زراعيه كتيره، قال لي بص ما توسعش المسافات في البطاطا والبطاطس والسوداني، لان كل شجره بتعمل تحت منها يعني ما بتتمددش زي ما انتم شايفينه حبايبي. بسم الله ما شاء الله شوف الجذور، شوف النبات الجذري بنزل بيه كده وانزل حوالين منه بالتربه كده فاضل عندي ايه هنا بقى دولت هزرعهم ايه لسه دلوقتي بدل ما ازرعهم في كبابي. هم هنا في كبابي وفي هنا زي ما قلت لكم لسه هيطلعوا.
والحبايه دي نحطها في اي حته مش هتزعلنا في حاجه. خلاص. وطبعا زي ما انتم شايفين ديت سوداني، ولكن انزرع معاها على ما اعتقد شهدايه صغيره، فهنزرعوها برضو هنا في دي. دي هتطلع لوحدها وتمشي، ودي وربنا هيسهل الحال، ودي هتطلع لوحدها وتمشي ماشي، مش هتزعلنا في حاجه ان شاء الله بمشيئه الرحمن. خلاص. ودي السودانيه الثانيه. اما بالنسبه لدي، بص كده يا باشمهندس جد معايا، زي ما انتم شايفين الدراوت بعد ما زجناب الكالسيوم بتاع قشر البيض، بسم الله ما شاء الله. وطبعا انتم شايفين ده عشان ما نقولش ايه ده برضه، ده لوف، احنا زارعين لوف اهوت. دي لوفايه طالعه اهيت، ودي واحده طالعه اهي، والثالثه طالعه هناك اهي. ايوه ماشي الهندسه انا اهي بينهم كده من جوه الشهدايه دي. الدوره بيحب العطش برضه، وبيحب شمامه، وهي نفس الفكره. هروها اول مره بس. خلاص كده. وادي الميه. طبعا كان المفروض نروح كل صغير، بس ما اعرفش برضه عمار ابن الله يهديه يا رب وداه فين. روح بالراحه كده. بس مش محتاج اكتر من كده انا رايح. زي ما انت شايف النبته بسم الله ما شاء الله عليها اهي. حط بس حوالين شويه تراب حوالين الجذر بتاعها عشان ما يزعلش. زي ما انتم شايفين بس خلاص كده. وعشان ما اطولش عليكم بقى هقول لكم ايه، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.